من أعظم البصمات ما كان خفيا تقيا لا يعلمه إلا الله عز وجل، هو أبقى وأنقذ للإنسان. لذلك دائما الإنسان عندما يعمل بصمة ليكن همه ليس أن يذكر ولا أن يشهر ولا أن يشكر، ولكن أن يؤجر. ثمة بصمة تسمى حرك أصابعك فقط. أعطيك أنا بس تجربة بسيطة. لو أنا عندي برودكاست إيجابي أو أيا كان، أرسلته لاثنين، الاثنين أرسلوها لاثنين، يا ليت تضرب اثنين في اثنين. اثنين هذا اليوم الأول. أيوه. في اثنين هذا اليوم الثاني. بدون يساوي، خليها ضرب على طول. أيوه. في اثنين هذا اليوم الثالث. أيوه. في اثنين اليوم الرابع. الاثنين هذول أيضا أرسلوها الاثنين اليوم الخامس، 19، 20 يوما، 21 يوم، 22 يوم. طيب كم عندك؟ ما كملت شهر، كم طلع عندك الناتج المجموع؟ 4,194,304. لاحظ 4 مليون. لا لو كملنا بقية الشهر سيتجاوز مليار وشوي. يا الله. تخيل لو هذه الرسالة كانت غيبة أو صورة ماجنة أو بدعة أو حديث لم تتأكد من صحته أو فيه سبة لأحد أو لقبيلة معينة أو حتى لنادي تشهير في لاعب، هذه إذا انتقلت وكل واحد من أصحابك أرسلها لواحد بس، تخيل بعد 25 يوم وأنت نايم في مرقدك أو لاهي أو ربما تصلي أو ربما في الحرم، عندك 40 مليون سيئة بسبب رسالة أرسلتها. تأمل لو كانت العكس، نشرت الجميل والمليح وتركت القبيح، ونشرت الخير وأنت في قبرك، وهذا عداد الحسنات يجري بإذن الله تعالى.